احمد مصطفى حضرتك منتور، بس مين اللي كان منتور لحضرتك؟ ما انا قلت يا احمد يا مصطفى ان انا عندي اكتر من منتور. طبعا استاذي وحبيبي وصديقي دكتور احمد بهاء. وانا هبقى احكي حكاوي تانية. انا حكيت عن دكتور بهاء. دكتور بهاء كان منتور ليا. انا مش عايز اقول لك بس منتور في التكنيكال، ده منتور تكنيكال وسوفت و... وفي علاقاتي الزوجيه كمان. يعني هو كان ليه كمان الفضل ان انا احسن حاجات في تفكيري في علاقتي الزوجيه مع مراتي. فوجود منتور، فدكتور احمد بهاء طبعا. وليا بقى في الشغل اكتر من منتور، اكزاكتيفز بقى كلهم. خلاص، بروح بقى للاكزاكتيف في الشغل، عندنا الناس التقيله قوي، واظبط معاهم كده. فانا ليا خلاص اتنين تلاته في الشغل كده، ايه هم دول اللي ايه، هم دول المنتورز بتوعي. طبعا بنعمل بقى سيشن كل فتره كده، اتفرج عليهم لما بيبقى ليهم ميتينجز، حبيت اقدر احضر اتعلم منهم يعني، قصه بقى. فانا المنتورز المصريين هو دكتور بهاء. وبعتبر محمد مشرف، انا بعتبر محمد مشرف منتور بشكل غير مباشر. انا بعتبر محمد مشرف منتور ليا على فكره. محمد مشرف متابعته بس مفيده، لانه دايما عنده برسبكتيفز غير اي حد. فدايما بيشوف الحتت من حتت كده ما حدش يعني عارف. فبعتبر مشرف منتور بشكل غير مباشر. وطبعا لما بحتاجه بصراحه الراجل ما بيتاخرش يعني. لما بحتاجه في حاجه طبعا انا بحتاج ان انا اسال حد عنده خبرته، حتى هو اصغر مني سنا. بس ما شاء الله يعني، راجل بليغ جدا، فصيح، عنده معلومات، عنده تجارب رهيبه، آه، جامد. فطبعا لما بحتاجه وبقول له على حاجه، بس انا زي ما قلت لك انا رصيدي حتى رغم ان احنا اصدقاء وكده، بس انا ما بحبش احرق رصيدي في ان انا استهلكه بقى كل ما احتاجه اقوم. لا، انا بستخدم رصيدي بحكمه يعني. تمام. ف ف اتنين منتور، دكتور بهاء ويعتبر محمد مشرف. وجوه الشغل عندي ثلاثه اكزecutives.